كل الأخبار تأكد لنا أنه هواتف ريلمي الجديدة على الأبواب وراح تدمر الأجهزة من الفئة المتوسطة من ناحية السعر والإعداد. هالمرة التصميم جديد ومغاير عن تصميم الأجهزة السابقة. السلام عليكم، أنا حيدر وهاي قناة أبو علي تك. كشفت التسريبات أنه هواتف ريلمي الجديدة لل11 وال11 برو بلس راح تجي بتصميم دائري الكاميرا الخلفية وبتصميم مشابه لشركة اونر وبتصميم منحني للشاشة. الهاتفين راح يجون بنفس المواصفات وهي اختلاف بسيط بالكاميرا. في نسخة ال11 برو راح تجي بدقة ال 108 ميجا بكسل، وكاميرا نسخة البرو بلس راح تجي بدقة ال 200 ميجا بكسل، وعدسة 8 الترا وايد و2 للتصوير المايكرو. الهاتف راح يجي بحواف دائرية مع انحناء على الجانبين، وعلى حسب الصور المسربة فالشاشة منحنية الجانبين. راح يكون وزن الجهاز 185 غرام ويسمك 8.2 ملم. الشاشة تجي من نوع الأوليد بحجم 6.7 إنش وبدقة الفول اتش دي بلس، وبحسب التسريبات فإنه تردد الشاشة من المحتمل إنه يجي بتردد 144 هرتز. وبالنسبة لبصمة الإصبع راح تكون مدمجة بأسفل الشاشة، وبالنسبة للصوت فراح يكون ستيريو بلوتوث راح يجي 5.2. بالنسبة للأداء حسب التسريبات الجهازين راح يجين بأحدث معالجات من شركة ميدياتك من نوع الدايمنسيتي، وتشير هاي التسريبات إنه هذا المعالج الجديد راح يتم الإعلان عليه بشهر مايو القادم، كما أن المعالج راح يكون بسرعة 2.6 جيجا هرتز. الهاتف راح يجي بأحدث واجهة من ريلمي وبأندرويد ال 13. بطارية الجهاز مختلفة، فنسخة البرو راح تجي 4870 ملي أمبير، ونسخة البلاس راح تجي ب 5000 ملي أمبير، وهي شاحن سريع بقوة ال 100 واط. بالنسبة لتصوير الفيديو فيصور 4K 30 فريم بالثانية، وكاميرا سيلفي راح تكون على شكل ثقب بالشاشة. بالأخير هاي أهم المواصفات اللي راح تجي بها هواتف ريلمي الجديدة، لكن تحتاج أن تكسر السعر لأن هواي أجهزة نزلت بنفس الأسعار وتقريبا نفس المواصفات. أكيد أي معلومات راح نوفيكم بها، لا تنسون تشتركون بالقناة حتى لا تفوتكم كل شيء جديد، ونشوفكم في فيديو قادم ونشوفكم بألف خير.